بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان الألواح التكتونية التي تسببت في زلزال تركيا، مذكورة في القرآن الكريم بالتفصيل الشديد. وكما سنعرض عليكم الآن، القرآن الكريم يصف القطع أو الألواح أو الصفائح المتراصة التي تكون هضبة الأناضول وكذلك تكون القشرة الأرضية. لما نشرت الحلقة الأولى عن زلزال تركيا في القرآن وكيف أن الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن الكريم بصورة تفصيلية كيف تحدث الزلازل، وهو ما لم يكتشفه العلماء إلا هذه الأيام فقط، فنجد أيضا آيات القرآن الكريم تصف لنا هذه الصفائح التكتونية التي تشكل القشرة الأرضية، ومن بينها قشرة الأناضول أو ما يسمى سياسيا باسم دولة تركيا. تعالوا نبدأ ونرى. طبعا كما نشاهد في هذه الخريطة، الأناضول مقسمة إلى عدة قطع، والزلزال حدث في هذه المنطقة، يعني مركز الزلزال كان هنا وانطلق تأثيره في موجات زلزالية في كل الاتجاهات. حضراتكم هنا كما نشاهد في هذه الصورة، نركز في هذا الشخص، حجمه صغير جدا، وكما نشاهد هنا صدع، والمسافة بين الأرض لما انشقت المسافة 200 متر بين الصدعين. وهنا حضراتكم انظروا لهؤلاء الأشخاص، عمق الصدع 50 متر، الأرض انخسفت 50 متر، وهذا مذكور في القرآن أنه الزلازل كلها خسف، والمسافة بين الصدعين تصل إلى 200 متر كما نشاهد. طيب هنا حضراتكم الألواح الجيولوجية أو التكتونية في تركيا، فهنجد حضراتكم أنه أرض تركيا ككل الأراضي مقسمة. يعني عندك هذا لوح، طبعا هنا اللوح العربي اللي هو البلاد العربية، وهنا لوح كما نشاهد اللي فيه مدينة أضنة، هنا مدينة أضنة. طبعا الزلزال حدث في هذه المنطقة وبدأ يزحزح في يعني موجات الزلزال في كل الاتجاهات، فتجدوا تريد بلوك دي قطعة، وهنا الأناضول، وهنا هتجدوا مندريس، وهنا بعض الأماكن هتجدوا هنا الاسطنبول، منطقة الاسطنبول قطعة، حتى اسطنبول مقسوم، يعني هي مقسومة بالماء لكن هي تحت البحر، قطعة أرضية واحدة. كيرشهير هتجدوا اللوح لوحدها، أنقرة كما نشاهد، وسكريا على نفس اللوح. فأنت أمام قطع أراضي مقسمة كما تشاهدون في خريطة تركيا، والأمر كذلك في خريطة أوروبا وفي آسيا وفي غيرها. وهنا حضراتكم الكرة الأرضية كلها عبارة عن ألواح قطع كما تشاهدون، وهذه القطع متجاورة، وداخل هذه القطع فيها تقسيمات. وطبعا في هذه المنطقة القطعة الخاصة بالأناضول وهي نفسها مقسمة أكثر من قسم. طيب هذا مذكور في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وفي الأرض قطع متجاورات. فالله يخبرنا أن الأرض ليست متصلة بل هي متقطعة، وفي الأرض قطع متجاورات. ومعناها قطعة كما يقول الشيخ الشعراوي هي معناها أن هناك شيء واحد، ولكن إذا مزقناه أو قطعناه سوف يكون لكل قطعة خصائص معينة، ولكنها تشترك في خصائص مع الشيء الكلي. يعني هذا الجاكيت مثلا، وهذا إذا قطعتها قطع فهي بينها صفات مشتركة، وفي نفس الوقت سيكون لكل منها مقاسات مختلفة إلى آخره. فالله يقول الأرض ليست قطعة واحدة بل هي قطع متجاورات. طيب البعض يقول والله هذه صدفة. ليست صدفة، لأن لما نأخذ باقي الآيات سنجد كل الآيات اللي بتتكلم عن نفس هذا الموضوع هنجد شرح تفصيلي مذهل. هنا حضراتكم أيضا علماء الجيولوجيا يقولون أنه الأرض صدوع، وكما تشاهدون هذا مثلا الصدع اللي في المحيط الأطلنطي. أفريقيا طبعا امتدادها في البحر إلى هذا الصدع، وبينما أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية الصدع الآخر. وطبعا الصدع ده كما تشاهدون فالق كبير جدا في الأرض، ودي الأماكن اللي بتحصل فيها الزلازل وبتحصل فيها البراكين إلى آخره. فالكرة الأرضية كلها عبارة عن صدوع. هذا أيضا مذكور في القرآن، الله يقول عن الأرض: والأرض ذات الصدع. يبقى إذن الله يخبرنا أن الأرض عبارة عن قطع وليست قطعة واحدة، وأنها متجاورة، وأن هذه القطع بينها صدوع أو شقوق كما شاهدنا في الصور.
تعالوا نكمل باقي آيات القرآن الكريم عن هذا. طيب كلنا نعلم أنه الأرض عبارة عن كرة، ونحن حضراتكم بنسكن فوق اليابسة، لكن احنا عايمين على بحر من النار. باطن الأرض هو كله بحر من النار. فهذه القطع من الأرض القرآن يقول إيه؟ الأرض قطع وبينها شقوق، يعني كأنها سفن مترصة في البحر عايمة، وهذه السفن تتراقص، الأمواج تحت تراقصها وهكذا. هذه هي الأرض، القشرة الأرضية قطع من الأرض الصلبة تتراقص على ماء نار اللي هو كما نشاهد. فكي لا تتراقص، لأن ممكن تغرق يمينا أو تغرق يسارا وهكذا، تحتاج إلى رواسي، وهذا مذكور في القرآن. هنا حضراتكم اللي ينظر لأي سفينة، أي سفينة في البحر، ماذا تفعل كي لا تنقلب على جنبها؟ لابد يكون لها غاطس، يعني في فوقها وفي غاطس. طيب هذه السفينة إذا أرادت أن ترسو في وسط المحيط لا تتحرك، والإخوة اللي اشتغلوا قباطنة على السفن، يعني عندما يريد أن يدخل ميناء اسطنبول أو ميناء الإسكندرية أو أي ميناء والميناء مزدحم، يقول له إيه؟ إلقي المراسي خارج الميناء أو لن نسمح لك بدخول الميناء. طب هو لا يستطيع أن يقف في البحر أصلا، لأن الأمواج سوف تتقاذف السفينة يمينا ويسارا. ماذا يفعل؟ يقوم بإلقاء المرساة. المرساة هي هلب ثقيل جدا، يلقي ثقل، يعمل اسمها المرساة. وهنا حضراتكم كما نشاهد في هذه الصورة، هنا السفينة ألقت المرساة اللي هو ثقل في باطن الأرض. فالسفينة هنا، هذا مذكور في القرآن، السفينة عبارة عن إيه؟ السفينة حضراتكم عبارة عن جبل فوق الماء، هنا سطح الأرض، وهنا الجزء العلوي من الجبل، وهنا في غاطس من الجبل، وفيه هلب. السفينة بتعمل لنفسها وتد، وهذا مذكور في القرآن. فالله يقول في القرآن الكريم: ألم نجعل الأرض مهادا؟ جعلنا الأرض مستوية، الأرض قطعة مستوية، ولكن هتقع في النار، في المية اللي احنا، الماء النار اللي احنا ساكنين فوق. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية إيه؟ والجبال أوتادا. لا، ده هي كل قطعة من الأرض فيها أوتاد بتوزنها وتجعلها لا تنقلب يمينا ولا يسارا. طيب تعالوا نكمل. هنا حضراتكم ده رسم يعني أمريكي من إحدى المجلات الأمريكية العلمية لشكل الجبل، إنه الجبل وتد كما تشاهدون، في جزء علوي وجزء سفلي، وهو أصلا بيعوم على السائل الناري كما تشاهدون في الأسفل. وهذا الجبل مهمته إن هو يثبت القطعة الأرضية التي ينتمي إليها، اللي هي السفينة بتاعته، حتى لا تنقلب يمينا ولا يسارا، تهتز وتتحرك. طيب هذا هنجده أيضا الله شرحه في القرآن في آيات أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى، احنا الآية اللي بدأنا فيها إيه؟ وفي الأرض قطع متجاورات. طب الآيات التي تسبقها، دائما لما تحب تفهم الفهم الصحيح لأي آية في القرآن أو أي كلمة في القرآن، اقرأ الآيات التي تسبقها والآيات التي تتلوها، 7 آيات مسبقا 7 آيات لاحقا، ثم اختر هذه الكلمة أو نفس هذا الموضوع كيف ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الأخرى، هتجد التفسير الصحيح. حتى لما أنت تروح للمفسرين ممكن تلاقي أخطأ أصاب إلى آخره، لكن لما تفسر القرآن بالقرآن هتجد ثبات تام للمعنى. تعالوا حضراتكم، هنا هو حضراتكم الآية اللي بتتكلم وفي الأرض قطع متجاورات. تمام؟ طيب الآية اللي تسبقها دي الآية رقم كام دي الآية رقم كام؟ رقم 4. الآية اللي تسبقها يقول الله إيه؟ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. ربنا خلى الأرض منبسطة ووضع فيها رواسي، جبل يرسيها، جبل وتد، جزء ظاهر وجزء في الباطن، كي يحفظها من بحر النار اللي هو أسفلنا وكله معادن هذا. طيب نطلع في الآية اللي أعلى منها، هتجد الله يقول إيه؟ الله بيتحدث عن خلق السماوات والأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر. يعني الآيات كلها في سورة الرعد تفسير للخلق، فسبحان الله. أهو حضراتكم هنا نكرر الآية مرة أخرى.
الله يقول وفي الأرض قطع متجاورات. الآية كم؟ 4 في سورة الرعد. الآية اللي تسبقها الآية 3 في سورة الرعد، الله يقول وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني جعل فيها جبال. فإذا مهمة الرواسي الجبال الأوتاد تثبت قطع الأرض اللي هي فوق المياه اللي كلها نار أو السائل كله نار من الحديد. ثم نجد في سورة أخرى الله سبحانه وتعالى يقول أيضا أنه لولا وجود هذه الجبال الأوتاد والرواسي لا الأرض حصل فيها ميلان، لو السفينة ليس لها غاطس تنقلب، وإذا السفينة ليس لها مرسى تلقيه سوف يقذفها الموج يمينا وشمالا. يعني بدون الجبال الحياة تنتهي، لأنه القشرة الأرضية، القطعة الأرضية اللي بتتكون منها تركيا أو مصر أو المغرب أو غيرها، البحر النار اللي أسفل منها ده هيقذفها يمينا ويسارا يعني. فتجد الله سبحانه وتعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يعني بدون الرواسي ماذا سيحدث؟ الأرض هيحدث فيها القطع المتجاورة دي هتنقلب وتغرق بنا والحياة كلها تقف. طيب، واحنا ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه مركز الأرض هو مركز الثقل، وأن العناصر الموجودة في باطن الأرض أثقل من القشرة الأرضية. هل هذه صدفة؟ يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم كان عالم جيولوجيا؟ وهم اليوم حتى الآن فكرة العلماء عن باطن الأرض فكرة سطحية، يقولون يعني كما أنه معرفتنا بالكون سطحية جدا، معرفتنا بالشمس سطحية، إن حتى الآن لم نستطع أن نرسل إنسان للمريخ، الكوكب المجاور حضرتك. يعني هو المريخ ده بالنسبة للكون كأنك بتحط رجلك على عتبة الباب بتاع البيت ده، يعني حتى لو تضع رجلك في الخارج يعني. وباطن الأرض كذلك. طيب انظروا، هذا إعجاز علمي يفيد أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض. طيب الله سبحانه وتعالى هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يبقى إذن الله يقول في الأرض في باطنها أثقال، وطبعا هذه الأثقال هي من الحديد، والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الحديد أنزل من السماء ولم يتشكل على الأرض، لأنه الحديد يحتاج إلى درجة حرارة عالية جدا غير موجودة على الأرض لتشكلها، ولكن هذا موضوع آخر. طبعا في آيات أخرى خاصة بباطن الأرض في القرآن لكن ليس موضوعنا. يعني الله لما يقسم في القرآن الكريم ويقول والبحر المسجور، البحر المسجور بحر المشتعل، وفي براكين شغالة أسفل البحار، والعلم توصل لها الآن، لكن الرسول أصلا عمره ما رأى بحر في حياته. والبحر المسجور. ولما تيجي تبحث على جوجل اكتب كده كلمة شجرة في القرآن الكريم يخرج لك كل الآيات اللي فيها شجرة، فهتجدها كلها في وصف النار، جهنم، وكلها حاجات خاصة بالنار. فسبحان الله. طيب تعالوا نكمل. هنا حضراتكم أيضا آية أخرى. احنا قلنا السفن لها غاطس ولكنها بتحصل ايه؟ بتسير. الله يخبرنا انه قطع الأرض اللي منها تركيا ومنها مصر ومنها غيرها، هذه القطع الأرضية المتجاورة المترسة واللي هي على ثائل أثقل منها ولذلك تطفو عليه، وفيها جبال تحميها من الانقلاب أو كذا، رواسي ولها أوتاد. هذه مالها هذه القطع؟ تتحرك، تدور، يعني الجبل والأرض تدور. فالله يقول في القرآن الكريم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني إذن الجبل يتحرك بسرعة السحاب. في هذه الأيام نحن شاهدنا في القنوات الفضائية والتلفزيونية أنه دوران لب الأرض يدور، لكن الله يخبرنا في الآية أن الجبال هي التي تدور. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى أن سرعة دوران الجبال أو هي تمر في سرعة السحاب. سرعة السحاب 160 كيلو في الساعة، ممكن تزيد أو تنقص. هنا في قناة الجزيرة دراسة حديثة ترصد تباطؤ في دوران اللب الداخلي للأرض. درسوا لنا في المدارس في مصر للشيخ الشعراوي رحمه الله في كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وليت الحكومة التركية وليت
وزارة التعليم التركية تدخل كتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هتقضي على الإلحاد، وفي نفس الوقت هتجعل هذا الشباب التركي يعتزوا بإسلامه، وفي نفس الوقت هتدمر الحزب العمالي الشيوعي الأرميني المسمى البيكاكا، حزب العمال اللي سمي نفسه الكردستاني، لأنه يقوم على فكرة الإلحاد. واستنادا لفكرة الإلحاد بيبدأ يقسم المسلمين إلى أكراد وأتراك. هم يستبيح الدم، لأنه لما تكون ملحد لا يوجد حلال ولا حرام، فأنا لما أقتلك ولا أقتل طفل لا في جنة ولا نار، فافعل ما تشاء حضرتك. فلذلك إذا الحكومة التركية وضعت أنه الإيمان بالله هدف أمن قومي لتركيا، سوف يؤدي ذلك إلى حل مشاكل كثيرة جدا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأمور العسكرية، وجبال قنديل اللي 40 سنة حرب بتدور فيها في شمال العراق هذه ولا تنتهي. ده عمر بن الخطاب يا راجل فتح بلاد إمبراطورية فارس كلها في 10 سنوات، وفتح غالبية أراضي الروم في 10 سنوات، وبينما جبال قنديل 40 سنة فيها حرب لا تنتهي، منطقة صغيرة أصلا. طيب، فدرسوا لنا في المدارس في مصر أنه تفسير هذه الآية هي أن الأرض بتدور حول نفسها، فالجبال بتدور. فالمقصود في القرآن يقول الجبال تتحرك، الجبال في سرعة بتدور، وهي مش ثابتة ولا حاجة. القرآن يقول لنا القرآن ليس ثابتة كما تشاهدون، هذه الجبال تسير وتتحرك بسرعة مثل السحاب. فدرسوا لنا قالوا لا، المقصود بذلك أن الأرض نفسها تدور حول نفسها. فالأرض كما نشاهد في هذه الرسمة تدور يعني هي كأن في محور في داخلها وهي بتدور حوله، بيتكون الليل والنهار، وهنا حضراتكم الشمس. طيب، ولكن الآن أقول أنه هذا التفسير خطأ، لأنه سرعة دوران الأرض حول نفسها 1670 كيلو متر في الساعة. يعني الأرض حضراتكم تدور بسرعة طيارة حربية، يعني 1670 كيلو، ليس حتى طائرة نفاثة. يعني الآن عندما بدأت تسجيل هذا الفيديو أنا تحركت الآن 400 كيلو في الفضاء وأنا لا أعرف، يعني أنا لم أكن في مكان، أنا حالا أطير وأنتم تطيرون وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. سبحان الله. فهنا الوصف بأنه الجبال بتدور، لكن الآية في القرآن تقول لا، الجبال لها سرعة مختلفة عن سرعة دوران الأرض حول نفسها. فهنجي هنا لدوران اللب الداخلي للأرض. هنا العلماء يقولون منذ 30 سنة فقط، من 30 سنة، يقولون منتصف التسعينات، يعني حوالي 30 سنة أو 27 سنة، بدأوا يكتشفون أنه في دوران داخل الأرض. فيقولون أنه هنا القشرة الأرضية اللي فيها الجبال والقطع المتجاورات، أن هي بتدور هكذا، تدور شرقا، الوشاح يتحرك شرقا، وبعدين بيقولوا انه في هنا لب اخر، طبقات الارض، وبعدين بيقولوا اللب الداخلي هو مش عارفين هو بيدور اليمين ولا الشمال ولا ايه اللي حاصل. لكن وفقا للآية، الآية تخبرنا ان القطع اللي في الخارج هي التي تدور، اللي فيها الجبال، ممكن يكون في دوران داخلي. طبعا خلي بالكم من الثابت، يعني القشرة الأرضية اللي بتدور وما أسفلها ثابت ولا العكس. طبعا نحن لما بنركب القطار والقطار بيتحرك بيتهيأ لنا ان القطار ثابت، وان اللي حاصل ايه، ان الارض دي بتتحرك او المباني، والمباني بتتحرك ولا حاجه. فممكن يكون في هناك خطأ منهم، لانه لا تزال معرفه العلماء بباطن الارض بطيئه، لكن الحقيقه الثابته ان هناك دوران للقشره الارضيه او لما تحت القشره الارضيه. فالقرآن يخبرنا انه، ده فهم انا من القرآن، أن القشرة الأرضية التي فيها الجبال والتي نحن نعيشها هي التي تدور، وأن سرعة الدوران إما هي سرعة السحاب أو في مشابهة له. طيب، احنا كما نشاهد كأن شخصا يعني في الأعلى يرى كل شيء في الأرض وما يجري فيها وما يحدث، يعني أنت تجد رؤية كلية. عارف أنت المهندس اللي صنع طيارة أو اللي صنع سيارة، فبيشرحها لك كده بقى، وراجل بقى خبير هو اللي عملها، وهذا لا يتوفر إلا لمن صنعها. فشرح ما يجري في الأرض لا يتوفر إلا لمن خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، في الفضاء وفي غيرها، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني الله
شاهد على كل شيء خلقه، لأنه هو الذي خلقه. فصدق الله العظيم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا مذكرات عالم رياضيات كندي اعتنق الإسلام لما قرأ القرآن الكريم دون أن يدعوه أحد، فسبحان الله. وحتى هو يقول في مقدمة الكتاب أنه له صديق بحار، وأنه هذا الصديق البحار شخص مسلم أعطاه نسخة مترجمة من القرآن وقال له اقرأ القرآن. فهذا البحار بعد شهر قرأ القرآن وأعاده إلى المسلم وقال له هل كان محمد بحارا؟ فقال له لا، لم يشاهد البحر أصلا في حياته كلها. قال ولكنه يصف أهوال البحر وما يحدث في البحر. طبعا في آيات كثيرة خاصة بالبحر في القرآن الكريم لا يدركها ولا يحسها ولا يشعرها إلا الذي عمل بحارا. فسبحان الله. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها لأئمتي في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.